انت اول ما بتصحى بتفتح موبايلك وتضيع 30 او 60 دقيقة في السوشيال ميديا، وبعدها تحس انك ضيعت يومك. تخيل معايا انك تقدر تغير اول 10-15 دقيقة من يومك وتخليها نقطة انطلاق، نشاط، طاقة، تركيز. في الفيديو ده هوريك 5 عادات يومية بسيطة لو عملتها كل يوم ممكن تغير يومك بالكامل. قبل ما نبدأ، دوس لايك، اكتب جاهز في الكومنت، واشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. أهلا بيكم، وده أول فيديو في سلسلتي عن بناء عادات يومية سهلة وفعالة. النهاردة هنتكلم عن عادات بسيطة جدا، متطلباتها بسيطة بس تأثيرها كبير جدا على مزاجك، طاقتك وتركيزك طوال اليوم. عادة 1: ابدأ يومك بشرب مياه زائد شمس زائد حركة خفيفة. أول ما تصحى اشرب كوباية مياه، جسمك بيكون عطشان من النوم. افتح شباك أو خرج شوية تتشمس طبيعي، ضوء الشمس الصباحي يساعد على تنظيم مزاجك ونومك. لو تقدر تحرك جسمك شوية، مشي خفيف، تمارين تمدد، أو حتى شوية تمارين بسيطة، ده بيصحي الجسم والعقل. عادة 2: فطار صحي زائد بروتين. بدل عادة تفريغ المعدة بسرعة بكوباية شاي أو قهوة بلا أكل بفطار صحي فيه بروتين، فاكهة أو خضار. هذا يشحن جسمك بالعناصر اللي محتاجها عشان يوم نشيط وتركيز عالي. عادة 3: خطط يومك في 15 دقايق. To do list أو time block. اكتب من 3 ل5 مهام أهم حاجة حابب تنجزها في اليوم. دي طريقة تقلل تشتت ذهنك وتخلي يومك منظم. الروتين والتنظيم يخففوا الضغط النفسي ويعززوا الإنتاجية. عادة 4: خصص بريكس أو فترات راحة أو تنفس أو تأمل خفيف. مش لازم تشتغل على طول، جسمك وعقلك محتاجين فترات راحة. دقايق تنفس أو تأمل أو حركة بسيطة تخلي العقل يرتاح. عادة 5: قبل ما تنام دور على 3 أشياء إيجابية حصلت في يومك، سجلها في ذهنك أو ورقة. ده بيخلي مخك يتعود يشوف الإيجابيات، يساعد نومك، مزاجك وطاقتك لبكرة. الخلاصة: لو طبقت العادات دي حتى لو واحدة في اليوم بس، هتلاحظ فرق. هتصحى بنشاط، يومك يبقى منظم، تركيزك أعلى، وفي نفس الوقت جسمك وعقلك يبقوا أخف. مهم تعرف إن التركيز مش على الكمال، لكن على الثبات والاتساق. شوية كل يوم أفضل من دفعة كبيرة مرة كل حين. لو أعجبك الفيديو دوس لايك واكتب جاهز في الكومنت. شاركني، انت ناوي تبدأ بأي عادة من اللي قلتها؟ اشترك في القناة، فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وشارك الفيديو مع أصحابك اللي محتاجين دفعة بداية لروتين أفضل.